طبعا من المعروف ان القروش هي اشرس الكائنات الحيه اللي بتعيش في عالم البحار. دكتور محمود معاطي استاذ الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار بالغردقه، يعني كان ليه دراسات كتير حول القروش وحاول ان هو يعرف عنها معلومات اكتر عن قرب. هو غطس كتير في مياه البحر الاحمر واقترب منهم كتير جدا وحاول يجمع عنهم معلومات حقيقيه. النهارده هنتكلم على نوع من انواع القروش اللي هو قرش كوكي كتر شارك او قاطع الكعيكه، وده اسمه اللي معروف بيه، لكن هنعرف المعلومات الاكثر او المعلومات العلميه من خلال لقائنا مع دكتور محمود. برحب بحضرتك دكتور محمود. اهلا وسهلا يا فندم. في البدايه نعرف اسمه كوكي كتر شارك ليه اتسمى بكده او قاطع الكعيكه؟ هنرجع للخمسينات سنة 1950 وما وراءها. كان العلماء البحار بيرصدوا الكائنات البحرية الكبيرة زي القروش، زي الدلافين، زي الحيتان، عليها عضات دائرية مخروطية الشكل. وما كانوش عارفين هل ده نوع من الطفيليات، هل ده نوع من الإصابات، هل لغاية ما اكتشفوا القرش قالب الكعيكة أو الكوكي كتر شارك، واكتشفوا إن موجود في معدته بقايا لحوم هذه الكائنات على نفس الشكل، على نفس الشكل موجودة في معدته. فعرفوا ان هو ده اللي بيسبب الاصابات في الكائنات البحرية، فسموه الكوكي كتر شارك، لان العضة بتاعته بتبقى عاملة زي الكوكيز بتاعنا اللي احنا بناكله ده. فيبقى كوكي اللي هو شكل العضة الدائري المخروطي ده، كتر اللي هو بيقطع او بيقطم قطمات على شكل الايه الكوكي، فبقى كوكي كتر شارك، او بالعربي اللي هو قرش قالب الكعيكه اللي هو تصغير كعكه يعني. هو قرش صغير الحجم. اكبر فرد مرصود من القرش ده طوله 44 سم. بيعيش في الاعماق، بيطلع للمياه السطحيه في منطقه وقت الغروب وقت الغسق، وبيبدا ينزل تاني في المياه العميقه في وقت الفجر. برغم الحجم الصغير بتاعه ده، لكن بيعتبر من اشرس الكائنات اللي بتهاجم تقريبا معظم الكائنات اللي بتعيش في البيئه. انا بالفعل بعتبره اشرس انواع القروش، لانه بيهاجم الفرائس بتاعته كبيره الحجم ومتنوعه، حيتان، قروش، درافيل. في بعض الاحيان بيهاجم الانسان. في حادثتين مشهورين قوي للانسان، ان كان في احد السباحين بيسبح في وقت الغروب في سنة أظن 2009. كان في سنة 2009. كان بيعوم مسافة 30 ميل ما بين هاواي ومنطقة اسمها ماوي، واتفاجئ بالعضة. العضة بتبقى مفاجأة. ولما طلع من المية لقوا على كتفه الشمال العضة بتاعت الكوكي كتر شارك أو القرش الكعيكه. وفي 2 من السباحين المشاركين برضو في سنه 2017 برضو اصيبوا من الكوكي كتر شارك. فبيهاجم كائنات حيه اكبر منه بكثير. فعلشان كده انا بعتبره من اشرس الكائنات او من اشرس القروش اللي موجوده في البحر. هو تم اكتشافه سنة 1971. اتعرف هذا أو اترصد هذا الكائن واتعرف واتسمى وتم يعني إيه إخضاعه للدراسات. هو في سنة هو مكتشف من الستينات، ولكن في سنة 71 اكتشفوا إن هو اللي بيقوم بالعضات دي على الكائنات الأكبر منه. متهم يعني. هو ثبتت عليه التهمة في سنة 1971. دكتور محمود، نتكلم على دورة حياته وعلى التكاثر بتاعه وطرق حياته بشكل عام أو طريقة حياته بشكل عام. احنا عارفين ان القروش في بعضها بيبيض، في 40% من القروش بيبيض، وفي 60% من القروش التانية بيولد. الكوكي كتر شارك من الأنواع اللي بتبيض.
فترة حضانة البيض أو فترة الحمل بتستغرق حوالي سنة. فترة الفأس بعد البيض بياخد حوالي 4 شهور. بيفقس القرش الصغير حجمه حوالي 7 سنتي أو 8 سنتي، وبيطلع من البيضة جاهز للافتراس، جاهز لممارسة عملية الافتراس على طول. طيب التكاثر بقى بتاعه؟ التكاثر بيبقى في المياه العميقة. الأنثى الذكر بيصب الحيوانات المنوية داخل جسم الأنثى، والبيض بينزل مخصب، وبتبدأ تعلقه في أكياس بيض، بتعلقه في البروزات الصخرية أو في الأعشاب والحشائش اللي موجودة على الأعماق اللي هي بتضع البيض عليها. دكتور محمود، يمكن من حسن الحظ ان الكوكي كاتر شارك مش بيعيش في المياه المصريه بشكل عام. بيعيش فين بقى؟ بيعيش في المحيطات، المياه المفتوحه، المياه الكبيره، المسطحات الواسعه. علشان كده مش بيعيش عندنا في البحر الاحمر. هو بيحتاج مساحات كبيره علشان هو من النوع اللي بيعمل هجرة عمودية زي ما احنا قلنا كده. بيبقى موجود على عمق 3 كيلو أو 4 كيلو، 3000 متر، 3000 متر ونص، و600 و800، وبيبدأ يصعد في وقت الغروب علشان يتغذى، وبيبدأ مع بزوغ ضوء الشمس والفجر يبدأ بينزل تاني للأعماق. فالأعماق دي مش موجودة عندنا في البحر الأحمر الحمد لله رب العالمين. يعني بيطلع وينزل تاني، يطلع عشان الطعام وينزل تاني. بالظبط، الهجرة بتاعته عمودية بسبب التغذية، بيطلع عشان يتغذى وبعدين يرجع ينزل تاني فترة الليل. طيب أسنانه شكلها إيه؟ وهي طبعا اللي أتاحت له إن هو يعمل شكل العضة بتاعته المميز ده واللي ادت له الاسم ده؟ هو الفم بتاعه شكله دائري على عكس القروش، ومزود بأسنان حادة جدا جدا جدا، علشان هو العضة بتاعته بتبقى في خطفة سريع. وليه زوجين من الشفايف بيعملوا كممص، بحيث ان هو بيلتصق بالفريسه بتاعته وبيروح ناهش النهشه بتاعته وينفصل في ساعتها على طول. واسنانه برضو من هو كنوع من انواع القروش، فهو من الاسماك الغضروفيه اللي اسنانه غضروفيه، فبتتساقط مع الهجمات المتتاليه ليه، ولكن بيستعيد عنها بأسنان بيجدد. دي ظاهرة برضو من، يعني هنعمل عليها حلقة، ظاهرة التجدد، انه من الانواع اللي بتقدر تجدد الاسنان بتاعتها المتساقطة على مدار عمرها. طب دكتور محمود، برضو القرش ده ليه اسماء متعددة، يمكن احنا ده اشهرها اللي هو كوكي كاتر شارك، لكن في اسماء تانية بتعبر عن نفس الكائن. في بعض البلاد بتسميه القرش المطبوخ، ودي تسمية خاطئة. في بعض الدول بتسميه قرش السيجار، لان هو واخد شكل السيجار، شكله انسيابي كده اسطواني، فبيسموه قرش السيجار، مدبب من الخلف، ومن القدام بيبقى سميك شويه علشان وجود الشفايف والاسنان، فبيطلق عليه في بعض الدول قرش السيجار. دكتور محمود، برضو من الصفات اللي بتميز الكوكي كاتر شارك ان هو عنده ظاهرة التلألؤ الحيوي او التلألؤ البيولوجي. بيكون عنده نوع من انواع الإضاءة الداخلية اللي بتقوم اكيد بوظيفة معينة. نعرف من حضرتك معلومات اكتر عن هذه الظاهرة ودورها ايه مع هذا الكائن؟ ظاهرة التلألؤ الحيوي هو تفاعل بيولوجي كيميائي داخل جسم الكائن بينتج نوع من انواع الإضاءة. القرش الكوكي كاتر شارك او قرش الكعيكة او قالب الكعيكة بيستخدم الاضاءة دي، الاضاءة الحيوية او التلألؤ البيولوجي، في ان هو بيصطاد في فترة الليل، فعنده طوق حوالين منطقة خلف الرأس او الرقبة، بيعمل اضاءة ليلية او تلألؤ ضوئي في المية بالليل، بحيث ان هو يجذب ناحيته الكائنات الكبيره، ان هي تيجي تشوف ايه اللي بينور، هل ده فريسه، هل ده بالظبط كده، بيتحول المفترس لفريسه وبيبدا هو يهاجمها
ويقطم القطمه بتاعته اللي هي الكوعيكه، القالب بتاعها المعروفه بتاعتها، ويبدا ينفصل ويجري على طول. الحاجه الغريبه فيه ان رغم حجمه الصغير اللي بيوصل ل 40 سم، الا ان عدد الاسنان في الفك بتاعه من 435 سنه ل 465 سنه، وقابله للتجدد. السن بتبقى صفوف يا دكتور ولا بتبقى صفوف ورا بعضيها، بس طبعا اسنان صغيره على قدر حجم القرش نفسه، ولكن بتبقى اسنان متعدده علشان يقدر يقطم القطمه بتاعته بسرعه في اقل وقت ممكن. بالظبط كده. نشكركم مشاهدينا، ونلقاكم الأسبوع القادم في سر جديد من أسرار البحر.